السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مفيش فصال على الطبيعة الموجودة هنا في ألمانيا، دي حاجة جميلة جدا، في مناظر جميلة جدا هنا وفي جبال، في حاجات كتير تقدر تزورها هنا في ألمانيا. اسعى على حلمك وتعالى اوصل هنا. بس قبل ما تيجي هنا عايزك تتقبل شوية حاجات معايا. تقبل فكرة ان انت لو حاسس ان انت التوت فروت في الألماني في مصر، فانت هتيجي هنا هتعاني برضو من اللغة العامية. هنا العامية الألمانية مختلفة شوية. تقبل الفكرة دي، خليك جاي من مصر عارف ان انت في صعوبات هتقابلها في الاول لحد ما تظبط امورك. بس طبعا لو مستواك كويس هتلاقي انك تقبلك او اندماجك مع الالمان والمصطلحات الجديدة معاك هتلاقي نفسك اسرع في انك تجمع الحاجات دي. تمام، دي حاجة. تاني حاجة، تقبل فكرة هنا ان انت جديد وانت بالنسبة لهم جديد، فلازم يشوفوك بتتحرك جوه الشغل بتاعك. يعني لازم توريهم ان انا عايز اشوف الاجراء الفلاني بيتعمل ازاي. ما تخلكش قاعد اصلا انا مثلا شغال في مصر 5 سنين وكذا او 7 سنين او 8 سنين، فانا لا انا عارف الحاجه دي. لا، هم ما يعرفوش ده. هم بالنسبه لهم عايزين يشوفوك انت مهتم انك تتعلم ولا لا، فيوريهم الحته دي. تمام كده. ثانيا، الالمان هنا بطبيعتهم انت بالنسبه لهم جديد، فلازم انت لو في مشكله بالنسبه لك او في حاجه مواجهاك لازم تتكلم وتعرفهم. طيب مثلا انت لو في حاجه مثلا عارفها بس شفتهم مثلا هم بيعملوها بطريقه مختلفه، فانت خلاص لقطتها من غير ما تسال. لو ما سالتش كتير زمايلك في الشغل فهم هيفهموا ان انت في حاجات مش فاهمها ومش راضي تسال. تمام كده. لكن انت لو بتسال هيفهموا كده ان انت حابب انك تعرف وانك فعلا بتتعلم. لكن انك تسكت خالص هم ما بيوصلهمش حته ان انت لا انا عارف الحاجه دي بس انا شفتكم وخلاص فهقدر اعملكم زيها. لا خالص، هم بيفكروا ان انت مش فاهم ومش عارف تتعامل معاه. فخلي بالك من النقطه دي كويس جدا. لازم توصل لهم المشاعر والاحاسيس اللي جواك. يعني في حاجه معينه لو بتحب تقعد لوحدك عرفهم ان انا بحب اقعد لوحدي. تمام. مثلا متضايق شويه، في مشاكل معايا، انا حصل معايا الموقف الفلاني، يعني يقدروا يساعدوك فيه. فاهمني؟ اشركهم معاك، هم بيحبوا ده على فكره كويس جدا. وانت لو في حاجه مش فاهمها او مش عارفها لما تسال هيحبوا ده على فكره وهيعلموك ومبسوطين جدا بحاجه زي كده. فاللي عايز اوصله لك ان انت ما تتحركش من حاجه. تعال هنا واسال في كل اللي انت ما انتش عارفه. لو مش فاهم حاجه قول له عيد لي تاني وتالت لحد ما يوصل لك المعلومه لحد ما انت تفهمها. تمام كده. اوعى تتحرج من حاجه او اوعى تزعل. تمام. فتقبل الحاجات دي وان شاء الله تيجي وتظبط امورك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.